السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم جيت نشارك معكم المسمى اللي كندير أنايا في الدار، وكذلك الكيكة نتاع التفاح اللي دائما ما كنستغناش عليها. وبالمناسبة هذه يعني هاد المسمن وهاد الكيكة الجارة ديالي، لأنها كانت ضاقت عندي هاد الكيكة وكانوا عندها ضياف، وقالت لي زعما كي نصاوبيها ليا، فصاوبتها ليها. كما كتشوفوا كتجي رائعة، إما كتكال باردة أولا كتكال سخونة. هنايا راه خليتها حتى الغدا عليه كما كتشوفوا معايا. هذه راه كنت صاوبتها للدار، والأخرى يعني ما قدرتش يعني نحلها معكم أو نقطع معكم شي مرسول، لأنها كما قلت لكم الجارة ديالي. فكتجي رائعة جدا جدا، كتبقى يعني حتى 3 أيام كما كتشوفوا. مع فيها لا كريم باتيسير كتجي زوينه ورائعه. هنايا ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه نتاع المسمن، تحضير المسمن. انا هنايا بالنسبه للفينو دائما كنديروا قل من الفرينه. الا درت 3 تاع الكيسان تاع مثلا، يعني انا راه كنقول لكم يعني غير مثلا 3 الكيسان تاع الفرينه كندير كاس واحد نتاع السميده. يعني دائما نص السميده هي النص نتاع الفرينه. كندير شويه نتاع الملح وشويه نتاع الخميره. بالنسبه للخماره نتاع الخبز غير واحد شويه باش هكا المسمن ما كيديرش الحرقه وما كيضرش، يعني واخا تاكليه ما كيضرش. هنايا كيكون الماء دافئ، كنخلطو وكندير شويه بحال اللي مطلوق، يعني باش ما نبقاش نضل ندلك ونعاود ونزيد في الماء وصافي. وكنخليه يرتاح كما كتشوفوا معايا، يعني ما غادي ندلكو ما والو، غير هو مي غادي نخليه يرتاح. كل مره كنرقب عليه وكنولي كنجمعو بين يديا ونحطو عاوده كين يرتاح، يعني شحال ما ارتاح مزيان. هنا نمشيو نتنقلوا غادي نصاوبوا لا كريم باتيسير. كنديروا 2 معالق نتاع لا كريم باتيسير وواحد 3 د المعالق نتاع السكر، 2 كيسان نتاع الحليب، و واحد الفاني. صافي غادي نديوهم على النار كما كتشوفوا معايا. كنحركوهم مزيان باش ما يبقاش فيهم هذوك التكتلات، وكنحطوهم على النار حتى كنشوفوا الخليط ديالنا كيتقال بحال هذا الشكل. غادي نزيدوا له واحد المعلقه نتاع الزبده صافي، وغادي نخليوه على جنب. غادي دابا ان شاء الله نصاوبوا الكيكه ديالنا، وهو بلا ما برد، ما خصناش يبرد بزاف باش كيتسرح معنا. وصافي هنايا بالنسبه للكيك انا عندي هنايا كاس تاع الحليب، كاس معامش تاع الزيت، وكاس تاع السكر. بالنسبه للبيض هنايا انا عندي 4 تاع البيضات، نتوما ديروا غير 3، لان انا كما شفتوا معايا المول كان شويه كبير. وبالطبع خمانه تاع الحلويات بفئه 10 غرام، و فانيلا وحده صافي، وواحد شويه نتاع الملح يعني باش نصحوا داك الذوق. صافي غادي كما تشوفوا معايا غادي نضربوا هذا الخليط حتى يرجع الخليط بيض كما كتشوفوا معايا، حتى يتغير اللون ديالو ويجي على هذا الشكل. عاد غادي نزيدوا السوائل. بالنسبه للزيت زيدوها على دفعات وغير خيط، يعني بشويه بشويه كما كتشوفوا هكا، وتتخلطوا باش هكا ما كينزل لكمش، لان الزيت كتخلي هذاك الخليط ينزل. ونزيدوا نضيفوا عفوا الحليب. بالنسبه للحليب الا بغيتو يعني تعوضوه بكاس تاع الياغورت تقدروا ديروه، يكون يعني بالفانيلا او يكون يعني ساده ما فيه حتى شي حاجه. بالنسبه للطحين يكون مغربل، انا غربلته وزيدوا عاودوه غربلوا مره ثانيه باش هكا تجي الكيكه خفيفه. وتا هو زيدوه على دفعات على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. يعني خلطوا بسباتيلا ولا بالويكس ولا اي حاجه كانت عندكم. المهم يكون الخليط على هذا الشكل، وملي كتديروا كيتكتب لكم 8، يعني ما كتقطعش. كتشوفوا بلي هذا هو القوام ديالو. هنا كنزيدوا في الاخر داك الكيس نتاع الفاني والكيس نتاع الخماره، كنزيدوا حتى الاخر باش هكا المفعول ديالها كيبقى صالح ما كيطيحش دغيا. هنا كنزيدوا واحد المعلقه نتاع الخل حتى هو باش كيعطيه هذاك يعني حتى هو كيزيد ينفخ يعني الكيك. كما شفتوا معايا هكا ملي كتكتبوا رقم 8 ما كيتقطعش معكم. فهذا هو الخليط. كنجيبو يعني اي مول عندنا، واي مول بغيتوه نتوما يكون طويل او كيكون كاري او يكون مدور، المهم اللي عندكم. انا درت هذا حيت يبان لي عنده الحجم، يعني الحجم كبير.
مع ماشي ليا يعني للجارة ديالي كما قلت لكم. كانوا جاو عندها الضياف، فطلبتني يعني باش نصاوب ليها هاد الكيكة وهداك المسمن، فدرت المول الكبير اللي عندي. هادشي اللي كاين. وبالنسبة للمول ضروري ما تنديرولو شوية تاع الزبدة، ونديرولو شوية نتاع الطحين هكا باش نتفاداو يعني تلصق لنا الكيكة، ولكن راه نتاع الزاج يعني ما كيتلصقش، ولكن غير كما يقولوا نتفاداو نوقعو في شي يعني كيتلصق. هادشي اللي كاين. هنايا الفرن كيكون ساخن. من بعد ما نديرو الكيكة كنغسلو، كنخلوه على 180 درجة حتى نديرو الكيكة ديالنا. بالنسبة هنايا راه كما كتشوفوا معايا الكريم باتيسير بردت شوية، ما كنخلوهاش تقساح، ولكن كتكون يعني دافية، وكنسرحوها على الخليط نتاع الكيك ديالنا من الفوق، يعني غير بشوية ما تنديروش يعني دقة واحدة باش ما يهبطلناش لتحت ويتحرق لنا والكيك كيطلع الفوق. فهمتوا؟ يعني كنديروه بشوية بالسباتيل حتى نسرحوه كامل على الكيك ديالنا كما كتشوفوا معايا، يعني بشوية بشوية باش ما كيهبطش لتحت. هادشي اللي كاين. وهنا راه كنصور لكم غير بيد وحده ونعدل بيد وحده، لان اي هذاك الترايبور اللي كنشري كيتهرس ما كيبقاش، فاضطريت يعني كنصوره بيدي هكا كندير لكم اللقطات. المهم قبلوا عليا على التصوير. هنايا غادي نصاوبوا التفاح ديالنا كما كتشوفوا معايا، غادي نقطعوه شرائح وغادي نحطوه فوق لا كريم باتيسير كما كتشوفوا معايا. هنا كنديرو هكا يعني طول، وانتم يعني الا بغيتو غير ديروا دورة او لا كما بغيتو. مهم هنايا كنزيدو شويه السكر عليه باش كيعطينا هذيك البريون ديالو وبحال كيتحمر. اوكي، وما كيبقاش هذيك الحموضه نتاع التفاح يعني. كذلك غادي نزيد له واحد شويه نتاع القرفه حتى هي، لان القرفه كتواتى دائما مع مع التفاح، راه كتواتى معاه. وكذلك ملي كنحطوها في الفران ضروري ما من نوليو نجبدوها كندير لها واحد شويه نتاع الناباج، او لا كان عندكم كونفيتير نتاع المشماش حتى هو تقدروا ديروا به. هنا باش ما ننساوش كنزيدوا واحد طريفات قلالين تاع الزبده من الفوق باش كيعطينا ديك الرطوبه وديك الهشاشه للكيك ديالنا. كما شفتوا معايا هنا راه خرجنا الكيك ديالنا وطابت. غنزينوها هكا باللوز ايفيلي، وكما قلت لكم ما تنساوش يعني تدهنوها شويه بالناباج، ولا ما كانش متواجد عندكم حتى الكونفيتير كتشدوه تسخنوه شويه، ولا كان عندكم جاري راه تستعملوه غير هكاك. هنا بالنسبه للمسمن كما شفتوا معايا راه خليت ارتاح حتى صاوبت الكيكه وطابت، عاد مشيت للمسمن كما شفتوا معايا. هنا راه قطعته قطع هكا وخليته حتى هو يرتاح واحد شويه. بالنسبه للخليط راه كاين الزيت بوحدها والزبده راه درت معها واحد شويه نتاع الخماره نتاع الحلويات، كذلك واحد 2 معالق نتاع السميده. ما بغيتش نكثر سميده لان الاخوان ديالنا اللي الجيران ديالنا هما جزائريين ما كيبغيوش بزاف، هما ما كيديروش فيه السميده اصلا لداخل. فانايا درت هي شويه باش ما كيبانش باش كيشرب هذاك الاخر وما كيجيش مزيت. المهم هما كيديروه بلا سميده لداخل. صافي هذا هو يعني الطريقه نتاع المسمن، راه اي واحد كيعرفها. كاين اللي كيدير يعني على 3، وكاين اللي كيدير على 4، وكاين اللي كيدير ملوين. المهم مسمن كل واحد والطريقه ديالو. وكل مره يعني وكنغير انا الطرق بالنسبه يعني للشكل ديالو. فهذا هو المسمن. فهنايا راه كما قلت لكم كنصاوب وكنخليه يرتاح حتى نشوف راسي بلي راه درت واحد الكميه، وكنولي نطيب في هاد اللاطه اللي هي كتنفع بزاف بزاف. يعني كتنفع ملي كيكون عندك هكا شي كوموند، ولا بالنسبه للبنات اللي كيديروا الكوموند، او لا يعني هكا في رمضان، ولا انه كتبغي يعني غير تصاوبي وتحطي في الكونجيلاتور. فهاد اللاطه يعني كتساعد الواحد يعني تا يقرص على خاطرو ويولي يطيب. كما كتشوفوا هذا هو المسمن ديالنا، كيجي هكا مورق وكيجي احمر. فيعني انا هذه هي الطريقه ديالي، ما كندلكوش يعني بزاف. راه غير مره
كما قلت لكم كنقلب العجينة، كنصيبها رطابات، كندفعها هكا شوية بيديا هكا، وكنولي نحطها نغطيها بواحد الميكا وكنخليها ترتاح، لان العجينة تاع المسمن خاصها غير الراحة. واللي بغى يعني يعجن المسمن ديالو بالليل والصباح يصاوبو، هذه فكرة. هادشي اللي كاين، هذا هو المسمن ديالنا اللي صاوبت معكم، وهذه هي الكيكة. فهنايا صافي غادي تجي الاخت باش تدي الاخر ديالها، وعاد غادي نولي نصاوب كيك اخر للدار لان ما يمكنش غادي كما يقول الدراري يكونوا عندك في الدار وغتصاوبي الكيك وما ياكلوش هما الكيك. فيعني صافي الاخت جات خدات يعني الاشياء ديالها، وانا وليت صاوبت كيك اخر. والمسمن تاع العجينه يعني درت بزاف، وصاوبت لهم كيكه كما كتشوفوا معايا، حتى هي بالتفاح، درتها يعني على شكل هكا طورطات في هاد الليمون تاع لي طارت. وكذلك درتها اللي كبيره كما كتشوف معايا. هذا هو المسمن، كيجي مورق لداخل وكيجي بنين وطيب، ما كيديرش الحرقه او لا كيضر في المعده، لانه فيه ديك شويه نتاع الخماره هي اللي كتخلي ما كيديرش الحرقه. بالنسبه للي المسمن كيضروا في يعني ملي كياكلوا كيضروا، انا ما كيضرنيش المسمن، عزيز عليا لا درت فيه الخميره ولا ما درتش فيه. فكما شفتوا معايا هذا هو نهاري نتاع الويكاند. هادشي اللي شاركت معاكم. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ولا وصلتوا حتى هنا ما تنساوناش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والبارطاج فضلا وليس امرا. هادشي اللي كاين، خليكم حتى اخر الفيديو. فرجة ممتعة، دمتم في رعاية الله وحفظه. هنايا بالنسبة للكيك باقي سخون، اللي بغى ياكل سخون لان فيه لا كريم باتيسير، الدراري كيبغيو عزيز عليهم ياكلوه سخون بحال هكا. كما شفتوا كيجي هشيش 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 بزاف. فهذه هي الطريقة ديالي، وراه يعني ديجا درتهم بزاف يعني في القناة. فهذه هي الكيكه اللي ما كنستغناش عندها، و واللي كلاها عندي كيقول لي شنو زعما كاين درتي فيها. فيعني حتى جارتي علاش يعني دوماندات هاد الكيكه، لانها ديجا كلاتها عندي فعجباتها. الى هنا نقول لكم شكرا لكم، الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه، الى اللقاء.